انتبهوا، لانه هذا بينصل وهذا بينصل، فراح اسوي لكم اياه. اسوي هذا بعدين اسوي. احنا ايش عندنا هسه؟ عندنا هاي القطعه، شوفوها ايش قد؟ هاي تقريبا 30. خلي اقيس لكم اياها. هاي متر، هاي مترين، و30 وشويه، خلي بالك يمي، يعني نقول 2 و30. زين، اللي يسالون يقولون القديفه بس بالطول، عادي بالطول بالعرض، انت حسب شغلك لا تخافين. هي القديفه اليقرة، هسه كلها القديفه اليقرة. احنا عندنا ويانا متابعه طلبت من عندنا بشت، اللي هي من هالكركوك، تحياتي الها. رادت موديل البشت اللي خيطناه قبل فترة، طبعا هي طولها ايش قد؟ طولها 128، طولها 128. احنا ايش راح نسوي لهي؟ راح نسوي لهي الطول مالته 135. زين، 135. احنا راح نسوي الطول 135، يعني خلينا لها 5 زيادة، 7 زيادة. لازم تخلين زيادات انتي همه. تريده ردان وتريده هاينك ابو الرقبه. ايش بيها امك؟ ليش ترزلج على مود قطعه قماش؟ ايش عندك؟ ما ادري، ما قرأت تعليقك زين. هسه خلي نكمل التفصال. هذا البيانصل البنيه قياسها اكسين لارج، خلي بالك يمي البنيه قياسها اكسين لارج. يريد بينصل ويوميا يسألني فصليني على الورقة، خلي تنتبه. يلا دا اشرح لكم، يلا انتبهوا وعوفوا السوالف وانتم اضحك. شنو؟ ما افتهمت. فصليح ما يقعد راحة. يا قطعة شو اشرح لها؟ شو اشرح لها؟ نوبة نونة خليك وياي راح اعطيش طريقة ترتبي لها القطعة وبدون ما امك ترزليك وما ادري انتي نفسك مو نفسك. القطعة اللي تقولين صارت صغيرة. خليك وياي هسه بس نكمل هذا ونقعد نشرح لك على القطعه مالتك. احنا عندنا هاي ايش قد؟ 135. طبقنا القطعه بالطول مو بالعرض، اسمعوا بالطول مو بالعرض. خلينا نشوف ايش قد طلع لنا العرض مالتها الصافي. العرض مالتها الصافي 37، نقول 36. نقول 36. اني قياس البنيه 120، يعني اريد العرض مالتها
ايش قد انا ترى ما دابا على التعليقات، دابا عليكم، اعرف دا تشوفوني فانتبهوا علي، شوفوا التعليقات. 3 شباره بال60 قياس ال60 3 شباره الامام و3 الخلف راح يصير عندنا ايش قد؟ راح يصير عندنا 120. هاي بالشباره. بالفيته راح يصير عندنا 120. بالشباره راح يصير عندنا 120. افتهمتوا؟ ما اعيدها بعد. احنا نجي هذا تريده بينصب يعني جوا البشت، خلي بالك يمي. تجين بهاي الطريقه انتي تاخذين. لا تسوينه بالعكس لانه راح تصير بيه زوائد ويطلع ما حلو. ومن تلبسه شنتر. هذا البينصب تصعدينها بهاي الطريقه. زين؟ هسه احنا وين وصلنا؟ وصلنا للورك. هسه راح نبدي نخصر من جهه البطن وراح نصعد على تحت الابط. انتبهي، البنيه قياسها اكسل لارج، هي تلبس منطقه الصدر 3 شباره، خلي بالك يمي. ميلان الكتف. زين؟ حفرة الأمام والخلف 2 أصبع حاليا، 2 أصبع. انتبهي، 2 أصبع حاليا. هسه أنا ايش قد أريد جهة الصدر تطلع لي 60. جهة الصدر تطلع لي 60. أنا هسه حاليا صارت عندي 32. شكو صاير؟ شنو الضحك؟ اسد اللايف ونقعد لو افتح لهم لايف وخليهم يسولفون وياك ويضحكون. شكو صاير؟ يلا وحده من عندكم تحكي لي الصاير. ايش بيه صلاح؟ ايش قال للشن؟ حكالكم نكته؟ انتبهوا، كافة مضحك. احنا هسه هذا البينصب اللي هو قياس 2 اكس لارج. السعة مال الصدر يعني قصدي المساحة مال الصدر 3 شبارة البنية عندها. ما اريد اكمل لكم. زين؟ احنا هسه راح نجي نفتحه، راح تشوفون العرض مالته، عرض عادي وحلو ومرتب، لا قصيف ولا عريض. احنا ايش بقالنا؟ بقالنا الياخه اللي هي العفو الحفره مال الهاينك. خلينا نشوف ايش قد. اني اريد لها 45. 45. العرض مالها 3 أصبع. 3 أصبع يعني 6. من تفتحيها راح تصير عندك 12. من تفتحيها راح تصير عندك 12. تاخذين من الوسط أصبع واحد. أصبع واحد اللي هي ميلان اللي تحت الحنج احنا نقول مالتك. هذا الميلان مالتها، خلي ببالك. هذا هسه احنا صار عندنا الهاينك. راح نجي على الردان، هي تريده ردان. ظلت مضحك. دا تسولفلهن ما يعاولنهن يخربن على الضحك. احنا ايش فضلنا؟ فضلنا هاي القطعه. شوفوها بنات، اني هاي القطعه اريد اطلع من عندها مساطر. من عندها مساطر غير اريدهم ينتبهون. ما اعرف التليفون اخاف يخرب، ما اعرف لا وخر يمنه ولا يسرى. هو قوم ما قفته اني عاريه. بالطول يا عمري بالطول.
معايا زي القمر. احنا خلي نخلص المساطر. اني اريد اخلص المساطر اللي هي مال البشت، اللي هي مال البشت. اني هسه ايش قد عندي؟ اني اريد لها المسطره 3 اصبع، يعني ايش قد؟ يعني 6. 3 اصبع يعني 6. احنا ايش عندنا هسه؟ عندنا هاي 4، اني اريد لها 3. اريد لها 3. زين؟ اني هسه خلصت هاي المساطر مال البشت من 230، من 230. ايش بقالي؟ بقالي هاي، شوفوها. اني اريدها ردانات. تعرفون انتو البينصل لازم رداناته مو عريضه. اكو يريدون بعرض واكو ما يريدون بعرض. خلي نشوف ايش قد. نحسب 1 2 3. هي طول ايدها 55. طول ايدها 55. خلي بالك يمي. اني هسه هاي طلعت لي للردن. راح اجي شو اسوي؟ اخذ كيف اللي هي حفرة الردان، اللي هي هاي. راح اجي على هذا المستوى اللي هي عدله، واعدل لحد ما اوصل للي اريده. هسه اني صار عندي ردان كامل. هذا ردان كامل. الردان مالته خلينا نشوف ايش قد العرض مالته. شبر باعوا و3 اصابع، يعني حفرة الردن 26. حفرة الردن 26. ايش قد طول المسطرة؟ طول المسطرة على طول القماش. ايش قد طول القماش؟ 155 160. هاي هو طول القماش يطلع لك استندار. زين؟ هسه احنا كملنا البيانصل، خلصناه وطلعنا المساطر مالته. راح نجي وين؟ احنا راح نجي على هذا البيانصل، العفو البشت. احنا عندنا هذا البشت. هاي الزوائد تبقى عندك تنطيها لصاحبة القطعة، لا تستعزين بها لان هي مو من حقك، من حقها. الا تقول لك اخذيها يلا تاخذيها. احنا عندنا هسه هذا 2.5 متر. شوفوا هذا القماش 2.5 متر. يا هلا يا هلا. احنا شو نريد؟ هذا التقليمه مالته بالطول، تقليمه مالته بالطول. زين؟ حفرنا الرقبه. تقول ايش قد حفرتي الرقبه؟ ايش قد طول المسطره؟ احنا طول الزبونه قلنا 130. 128. احنا خلينا لها 135. زين؟ اني شريط اريد طول المسطره ايش قد يطلع لي؟ اني عندي الظهر. الظهر لا تنسوا، الظهر ايش قد يحتاج له؟ يحتاج له 20. يحتاج له 20. ريحانه نزلت بالحفره مال الرقبه 2 اصبع اللي هي 4. اللي هي 4. خلي بالك يمي. ليش من اخيط البشت يبوط؟ ليش؟ انا اقول لك ليش. ليش تجرين القماش؟ ليش ما تضربين المسطره؟ ليش الخيط مالتك ضاب؟ رخي الميزانيه ورخي ايدك، لا تجرين القماش. انتي دفعي القماش. زين؟ والمسطره ضربيها اوتي بعد ما يخرب عندك اي شيء. اي شيء ما يخرب عندك. اذا انت تريدين تنجحين شغلك بايدك
اعصابك رخيه من تخيطين. هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا هاي القطعه 2.5 متر، 2.5 متر. احنا راح نخلص الردان. زين، ما يخالف. من وياي بدأ اشوف الجميلي الجميله حبيبي، دزيلي قولي لي اسمك بالصفحه على مود اني اجاوبك. ما يخالف، اجاوبكم كلكم. احنا نريد الردانات. طبعا الردانات تريد قلبه بيها من النمري. اي احنا شو نريد الردان تريد بيه قلبه من النمري. تمام، خلينا نشوف ايش قد. اني ايش قد اريد للردان. اني اريد الردان يطلع لي صافي الها 26 الحفره مالته 26. اني هسه ايش قد اخذت 25، يعني اخذت المسطره، العفو اخذت الردان 25. خلوا ببالكم، واني محتاجه 28. انتي لا تخافين، اقطعي ال50، خليها على جهه. احنا هسه هاي عندنا الردن. تمام، هاي الردن اللي هي نص متر. اريدش تنتبهين وتخلين بالك يمي. اني راح اطبق القطعه، راح افصل هسه دشداشه، ما راح افصل بشت، بس اريدك تنتبهين شويه هذا تفتحيه. زين، احنا هسه راح نفصل دشداشه. الدشداشه راح تكون مخصره وحلوه. زين، هسه احنا راح نفصل دشداشه. هاي القطعه اللي هي احنا راح نفصلها. شلون بعدين نقلبها بشت. اني هسه عندي هاي المترين ضبط. احنا قلنا طولها شقد؟ طولها 128، خليناه على 135. انا البشت راح اخليه على 140. انتبهوا على القياسات، لانه البشت لازم يكون بطول. هي عندها مناسبة، من تجي اذا بي اي شيء اي اشكال اني ارتب هي. هسه اني راح ابدي افصل واحفر وانتو شوفوا. زين، احنا هسه الطول مال هذا البشت العرض مالته 2 متر، والطول مالته شقد؟ ان شاء الله، والطول مالته شقد؟ الطول مالته 140. انتبهوا، احنا راح نبدي نحفر. اللي هي هاي الحفرة. ما اريد يطلع بي اي خطأ. خلي شوي ابعد لكم الكاميرا على مود تشوفون. اني هسه ايش عندي؟ قلت لكم اني هسه عندي دشداشه. راح ابدي احفر. وصلت الفكره؟ هسه اني وين وصلت؟ اي انتبهي، احنا هسه نريد شبر، ما نريد اكثر. اني هسه خلصتها. انتبهوا علي، طلع لي هذا البدن. اني هذا الظهر ما اريده. هذا الظهر راح اخليه راح اخليه للبشت من ورا. ايش بقالي؟ بقالي هذا الامام اللي هو هذا. اني اريد اخليه له بشت، اخليه له مساطر. اريدش تنتبهين، احنا نبديش ناخذ من الامام وراح ننزل
راح ننزل عدل، بس مجرد تفتحين البشت الجهة الوسط راح تفتحيها. اللي يقولون خربنا ما يخالف، ما يخالف، انتي خربتي عادي لا تخافي، انتي خربتي لا تخافي. زين هسه احنا ايش عندنا؟ عندنا هاي، اريدش تنتبهين، اريدش تنتبهين. هسه احنا صارت عندنا شنو؟ القصة اصلا هي الطبيعية مال البشت، القصة الطبيعية مال البشت. ايه حبيبتي هذا بشت مخصر حياتي. دول الله يا ربي شلون كلام حلو، هذا مخصر، ايه هذا مخصر. انا عندي الظهر، تمام، الظهر. احنا هسه راح نجي شو نسوي؟ يقولون تحفرين، اني راح احفر لانه مسطره راح احفر، بس اذا مو مسطره ما راح احفر زي القمر. انتبهي، اني هذا اللي حفرته من الركبه، شوفوا هذا اللي حفرته اني من الركبه. احنا هسه نخلي الظهر على جهه، راح نجي وين؟ راح نجي على المساطر. زين احنا هاي المسطره شوفيها حبيبتي ما بيها اي شيء، وان شاء الله راح اخيطه وراح تشوفيه. شنو؟ شو اسوي غير هي زي القمر؟ اني شلون بزي القمر؟ احنا عندنا يقولون شلون يطلع يعني نفس الطول، شلون راح تطلعين الظهر يعني داير مال الركبه، داير مال الركبه. طبعا انت من تجين تخيطين شوفي هذا اني عندي الزايد راح يصير هنا، وراح تجي الجهه الثانيه راح تقابله، هم راح تصير هنا. هسه احنا خلينا نوضح لكم اكثر لانه ما اريد ادق التليفونات بعدين وقت الشغل مالتي، ولا تقولون ايش دعوه ما تجاوبين وليش ما تجاوبين. دير بالكم احنا هسه ايش عندنا؟ عندنا هذا البشت، خلي اكمل لكم اياه بالضبط على مود تفتهمون الفكره مالته. شفتي هسه انا ايش قد عندي زايد؟ عندي كف زايد، خلي ببالك عندي كف كامل زايد يعني 10. الجهه الثانيه راح يصير عندي 10، راح يصير ايش قد عندي؟ راح يصير عندي 20 اللي هي شبر، اللي هي اني احتاجها. هي تطلع ليش تلقائيا يعني مو شلون ما كان تسويها وشربتيها، ما يصير. احنا عندنا هاي المسطره الثانيه اللي قابلت الجهه الثانيه، تمام بنات؟ اللي هي راح تجي منا. وشلون راح تتخير؟ هسه راح اشرح لكم شلون راح تتخير. احنا ايش عندنا هسه؟ صارت عندنا هاي المسطره، واضح دا تشوفون؟ هاي المسطره اللي دا تشوفيها هسه هنا عندك، هاي اريدك تخيطيها من الوسط، بس من تقلبين القطعه، مو تخيطيها فوق القلبه، ما يصير. احنا طلعت لنا هاي القلبه مال الظهر. منو؟ هاي شلون؟ هسه يعني شلون بالله؟ يطلع بكره. منو؟ عرفتك. جايبني غدا؟ توقع الملكات. والله يلا الله يعني. احنا هسه ايش عندنا؟ عندنا هاي المسطره، خلي بالك انا عارفه من الدقه مالته، بس اللي يقول لي اني يلا احب اسمع صوتي. احنا هسه ايش عندنا؟ عندنا هاي القلبات اللي هي راح تكون مال البشت. من تجين تخيطين من هنا، تبدين تخيطين وتصعدين بهاي الطريقه.
راح تجين القلبة مال الظهر اللي هو الظهر، ويا القلبة راح تجين تخيطين داير مدايرة، داير مدايرة. اي هسه شنو ليش مخثوث؟ داير مدايرة. من تجين تكملين راح تقلبي بهاي الطريقة، بهاي الطريقة راح يطلع عندك البشت، المسطرة مال البشت راح تطلع عندك. خير ان شاء الله. ايه يا فدوى الله، شبيه صوته؟ يخبل صوتي، يخبل صوته. ليش تعيب على صوتي؟ احلى صوت بالدنيا. يلا افتهمتوا بنات؟ يلا هاي القلبة، هاي القلبة راح تكون عندك بهاي الطريقة، بس ورا الكوي. اوف يا سعد الحلي، غير يقعد راحة مبين صوت عبد الحليم. سعد الحلي ارجع على المنارة مالتك. بالعافية بالعافية. يلا ما يخالف، هو عبد الحليم وانت سعد الحلي، انت سعد الحلي. اني احب عبد الحليم الله يرحمه. انوار الهدى حياتي تسلمين. شنو مدى افتهم اوف غير يقعد سعودي ما يقعد. هسه احنا كملنا الشرح مال البشت، حابين تكملون وياي لو تروحون يا